السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا صلحت المايك بتاع التليفون مخصوص عشان الناس اللي اشتكت من السماعة، وانا مايك التليفون عندي كان بايظ لحد ما نشتري مايك احترافي نشتغل بيه. دلوقتي الساعة 3 العصر. لسه جاي من المقر بتاع الشركة بتاع طلبات. بص، جاي متبهدل اصلا. ففتحت المحل وروقت الدنيا، اجيب فطار ونفطر، وهيجي حد يقف مكاني وانا اروح شارع عبد العزيز نروح نجيب بضاعة. خدكم معايا هناك. بصوا، ده فطار من اللي بيريح المعدة. رجعنا لكم بقى للفلوجات من الشارع تاني. احنا رايحين الصرافة هنغير فلوس، ورايحين وسط البلد هنجيب بضاعة. خدكم معايا. والصرافة قالوا لنا مفيش مصر، روح التانية. ايه، طلبنا اوبر، جبنا البضاعة بتاعتنا وراجعين المحل. طلبت اوبر والاوبر جاي في السكة. الساعة دلوقتي بص 3:15. انا طالع من البيت 9 الصبح، الساعة دلوقتي 3:15، ولكن قلت مش هروح الا لما اكمل الفيديو عشان نبدأ ننزل فيديوهات باستمرار. احكي لكم قصة حصلت معايا من فترة. على فكرة، انا يعني بفهم في التداول، كنت شاطر فيه جدا. اخدت فترة اتعلمت واخدت كورسات، وكنت يعني عندي طموح ان انا يتفتح لي باب رزق، ولكن بالدولار. واشتغلت على نفسي وفتحت بقى اكونت على منصة معروفة وبدأت اشتغل. كنت بشتغل في اليوم ساعتين بس، يعني هي في الجلسة الآسيوية والجلسة التانية اللي هي اللي هي بتبدأ عندنا، يعني بتبقى 8 الصبح توقيت أمريكا، عندنا هنا 8 بالليل تقريبا. فأنا كنت باخد، يعني في الجلسة كنت بقعد ساعتين أتداول. كان ممكن يكون مكسبي يوصل ل$70، $80. بس انا ما كنتش مرتاح لمصدر الدخل ده، او كنت حاسس ان في غلط. فالفلوس دي ما كنتش بسحبها ولا كنت باجي جنبها. لحد ما كنت وانا شغال قاعد ادور الموضوع ده حلال ولا حرام، في اللي يقول لي حلال وفي اللي يقول لي حرام، وانا يعني تايه في النص، مش عارف هل الموضوع ده حلال ولا حرام. يعني انا مش لاقي حد يقول لي يقينا الموضوع ده حلال ولا حرام. في الاخر، يعني في الاخر خالص، قلت هجرب اسحب مبلغ بسيط من الفلوس دي وهجرب اصرفها. لو حسيت ان لو هي فلوس حلال هحس ببركتها، لو هي الفلوس دي حرام يعني كأن ده، بص انا اختبار اخر برضو الرقم اللي انت بتعمل، يعني انت يومك عامل 4 أو 5000 جنيه، سحبت حوالي 500 جنيه، جزء بسيط من الفلوس دي. والله ما حسيت بيها، ما حسيتش ان انا سحبت، طارت بخرت، ما اعرفش انا صرفتها في ايه اصلا. فقلت خلاص، انا الباب ده انا هسيبه ومش هاجي جنبه تاني. سبت التداول خالص وسحبت راس مالي بس. اللي انا بدأت بيه كان حوالي $100، وكان في فلوس على المنصة وما زالت الى الان على المنصة، وسبتها وقفلت الاكونت. بعد ما سبتها، الفترة اللي انا اشتغلت بيها في العجلة في طلبات، انا مريت بظروف سبحان الله. ده كان اختبار من ربنا، والحمد لله ان انا عديت منه. كان كل يوم الشيطان يراودني، ازاي يا اهبل يا عبيط انت بتكسب قد كده بالدولار آه، ونازل تشتغل طلبات بالعجل. كان فعلا الموضوع صعب ومرهق جدا فكريا. كنت بنزل اشتغل بالعجلة في الحر واتطحن واروح جسمي مش قادر. فيجي الشيطان بقى يوسوس لي، ازاي ده انت كنت بتكسب قد كده اهو ورايح تسيب النعيم ده كله وتشتغل على عجلة. وكان يعني كانت الظروف بتاعتي صعبة صعبة جدا، وانا من النوع اللي ما احبش حتى اخويا ما احبش اخد منه فلوس. انا
من بدري وانا معتمد على نفسي والحمد لله. بس فكنت اوقات والله العظيم بنزل من البيت ما على الابيض خالص، معيش اي فلوس، والحمد لله الحمد لله ان انا ربنا ثبتني وعداني من المرحله دي، والحمد لله يعني فضل من ربنا ان انا دلوقتي بقى ليا اسم طلبات الحمد لله، وبقى معايا عدد كبير شغال، وربنا اكرمني من فضله يعني. كان اختبار الحمد لله الحمد لله ان ربنا ثبتني فيه وعداني. بعد كده جاتني فكره قناه اليوتيوب وعملتها، واتفتح لي مصدر دخل بالدولار ولكن باليوتيوب. لحد دلوقتي احنا ما كملناش 8 دولار عامه، حاجه بسيطه يعني اللي بيدخل لي من اليوتيوب، بس انا راضي يعني، كفايه انه حلال. التاني انا ما كنتش راضي عنه، وانا واخد عهد على نفسي ان انا ان شاء الله لحد ما اموت انا مش هدخل جيبي جنيه حرام، وربنا يثبتني على كده. معلش بقى من الناس اللي بتشتكي من جودة الصوت، انتوا عارفين طبعا ان انا بصور بامكانيات بسيطة، ولكن الحمد لله انا دلوقتي بدور على استوديو، يعني اوضة وصالة وكده هنقل فيها كل حاجتي، وابدأ يعني اأهل المكان انه يبقى ايه، مكان مجهز كده للتصوير، في اضاءة بسيطة كده تحسن جودة الفيديو، وان شاء الله نحاول نتصرف في مايك ولو بسيط، وده كله ان شاء الله بفضل ربنا ثم دعمكم. انا عايز بس كل اللي يشوف الفيديو ده للاخر يشترك في القناة، عايز كل اللي يشوف الفيديو ده يشترك في القناة، لايك، يعني اللي تقدر تعمله اعمله، اللي تقدر تساعدنا بيه ساعدنا، شير ولايك وكومنتات. انا مش عايز من حد حاجه، انا عايز بس ان احنا نشير القناه دي، تبعتها لاصحابك بقى لقرايبك، ان احنا ننتشر في اقرب وقت ممكن. يعني القناه محققه حوالي 200,000 مشاهده، ولسه لحد دلوقتي احنا 1700 مشترك، فعدد المشتركين قليل جدا بالنسبه لعدد المشاهدات. يعني المفروض دلوقتي احنا عندنا ال 10,000 مشترك، ولكن عشان في ربنا ثم فيكم ان احنا في الفتره القصيره دي ان احنا نكسر ال 5000 مشترك ان شاء الله.